وقع قدامي فيديو فقلت اوريك، مش قادر استوعبه. انا احييكي جدا ان انت تتصلي بيا وتعترفي بده على الهوا، ان حضرتك عندك الجرأة ان كل دلوقتي يعني بيكسف ان هو يقول على جريمة زي دي. طب ممكن اعرف الدوافع؟ الدوافع هو انسان مجنون اصلا، بيتعاطى المخدرات وبيضرب في العيال الصغيره على طول، وبيمشي في الشقه يلف حوالين نفسه. لقيته خلاص هو فقد عقله، فهو استفزني كل شويه يقول لي يا تخينه يا فشله مش عارفه ايه. ضغط عليكي؟ ضغط عليا ضغط نفسي رهيب. يعني ما كنتش دارينا بنفسي غير انا بحط السكينه في قلبه. هنا المذيعه بتقول لها انا بحييكي جدا ان انت تتصلي على الهوا وتقولي حاجه زي دي، لان كله بيتكسف. فانا قلت اكيد هتقول لها انا بصراحه ما بعصرش الغسيل بتاعي وبينقط على غسيل جارتشي وبيبوظه. لقيت ان الموضوع ان هي رشقت السكينه في قلب جوزها. وبعدين يعني ايه كله بيتكسف؟ انا عايز افهم الحته دي. هو في افراد مننا بتروح ومحدش بيعرف عنها حاجه عشان انتوا اللي بتتكسفوا؟ هي عزومه كباب وكفته الموضوع احراج. مش وانا اقول العيال بتختفي صحابي بتنقص، انا بقول العيال بتروح يقول لك تلاقيه سافر، تلاقيه شاف الدنيا، تلاقي الدنيا تلاقي ايه ده تلاقيهم بيتكسفوا. طب ولو مش بتتكسفوا كنت هتعملوا ايه؟ هتنزلي بوست على العام مثلا وتقولي انا نزعت السكينه في عينيه طلعت من قفاه ودلوقتي عايزه مكان حلو يتشاف، في مكان اللي عنده مكان حلو يجي خاص يتواصل معاه على الخاص. يعني ايه كل بيتكسف؟ انا عايز افهم يعني انت مش عايزه تقولي عشان محرجه، عشان ما حدش يشمت بقى. بلاش نقول احسن ما كده كده راح. كنتش دارينا بنفسي غير انا بحط السكينه في قلبه. في الفتره دي كنت فعلا فتره الBMS؟ اكيد. اوكي، يبقى هي فعلا يا دكتور كانت برضه في فتره الBMS. يبقى الفتره دي اشكرك يا استاذه سوزان ومتشكره جدا لمشاركتك معايا في البرنامج. يا دكتور حتى المتصله الحاله هي قتلت جوزها كانت في الفتره دي نفس برضه الاستاذه الحاله اللي معانا غطى الطب بالظبط. فحضرتك يا دكتور شايف ان تنصح الراجل في الفتره دي يعمل ايه؟ انا شايف يا جماعه لحظه واحده بس عشان نفهم، لان واضح ان الموضوع نمطي واعتيادي وبيحصل كل يوم وعادي. احنا بس اللي مش واخدين خبر، يعني احنا اللي ما عندناش خلفيه عن الموضوع ده المذيعه ما اندهشتش ولا وقفت على كلمه اصل رزعت السكينه في قلبك كده. ثانيه واحده بس، ضغط عليك، هو ضغط عليك. انا بحييكي جدا على اتصالك، ويا ريت تشاركي معانا في الجريمه الجايه، هنستناكي عشان تبقي متصله البرنامج. متشكرين جدا ليكي وكملت عادي مفيش اي مشكله. وبعدين بتقول للراجل تنصحهم ايه يا دكتور في فتره الBMX؟ هي ايه اساسا في الBMX دي اللي بتخليكم ترزعوا الموضوع في قلبنا دي عادي ومش مندهشين ولا؟ وبعدين هتقول ايه؟ انت هتنصح لمين؟ هتنصح الراجل اللي راح ولا هتنصح احنا الاحياء اللي هنروح؟ ولا هتقول ايه؟ المفروض تقول انفد بجلدك ده العلاج ببلاش، ما حدش يقرب لهم لا ايه هي الBMX؟